حكايات فرجة هي سلسلة مش متصلة من فيديوهات قصيرة، واللي فيها هنحكي لكم حكاية صغيرة نتعلم منها حاجة مفيدة أو ناخد منها عبرة تغير فينا عاداتنا وأفكارنا للأحسن. قصة النهاردة بطلها اسمه ميلتون. سوء الحظ كان صديقه اللي مش بيسيبه أبدا، والفشل كان أقرب حد ليه. فشل بدل المرة مرات، لكن كلمة اليأس ما كانتش موجودة في قاموسه. والد ميلتون أجبره إنه يسيب المدرسة وهو عنده 8 سنين، وخلاه يشتغل في مطبعة أوراق عشان يكسب قوت يومه، إلا إنه اتطرد منها في خلال شهور، الأمر اللي أزعج أهله منه جدا. وبعد محاولات عديدة قدروا يخلوه يشتغل في صناعة الحلويات، وكان محظوظ كفاية إنه يفضل في الشغلانة دي كام سنة من غير ما يترفد. ميلتون لقى إنه ماهر قوي في صناعة الحلويات، فاستلف $100 من خالته وفتح محل صغير لصنع الحلويات. كان متحمس جدا وحاطط قدامه آمال وأحلام ملهاش آخر. كان بيشتغل طول الليل في صنع الحلويات دي ويبيعها في النهار وهو بكامل الحيوية والنشاط. استمر ميلتون 6 سنوات على الحال ده، لكن حتى مجهوده ده ما كانش كفايه، واضطر انه يبيع المحل بتاعه عشان يسدد ديونه، وكانت دي اول صدمه لميلتون. بس سرعان ما تعافى من دور الاحباط اللي سيطر عليه، وسافر لولايه كولورادو عشان يشتغل هناك. وهناك اتعلم اسرار كتير في عالم صناعه الحلويات، وكان منبهر بطريقه مزج الكراميل بالحليب عشان ينتج عنهم حاجه طعمها حلو جدا. قرر بعدها انه يبدا مشروع جديد، فسافر لولايه شيكاغو وحاول يبدا مصنع لصناعه حلوى الكراميل هناك، وهو قدامه احلام جديده واهداف عازم انه ينفذها. بس مشروعه فشل في بدايته وما اتكتبلهوش يشوف النور. لكن ميلتون ما يعرفش حاجه اسمها اليأس، فسافر لولايه نيو اورلينز وبدا نفس المشروع تاني، لكن بعد ما اتعلم من اخطاء المره اللي فاتت. وفشل برضه. كل الاشخاص اللي حواليه نصحوه انه يشوف مشروع تاني يعمله بعيد عن الحلويات، الا انه صمم انه يسافر لولايه نيويورك ويبدا نفس المشروع تاني. بس المره دي الموضوع اختلف. مشروع ميلتون بدا ينجح سنه سنه، وبدا ينتج حلويات طعمها حلو جدا. بس في خلال شهور حصلت حادثه ادت لانه يخسر انتاجه كله في لحظه واحده، ودي كانت اكبر خساره تعرض لها ميلتون في حياته. وعلى الرغم من انه ما قصرش في عمله، لكن الحظ ما كانش حليفه، ومن اللحظه دي ميلتون بقى مفلس تماما. لكن افلاسه كان افلاس فلوس بس، انما حماسه وعزيمته على النجاح كانوا اكبر من الاول. قرر انه يرجع لمدينته تاني، وطلب المساعده من قرايبه واصدقائه، الا ان محدش وافق يسلفه حاجه، خصوصا بعد تاريخه الاسود في الفشل. وبعد محايلات كتير احد اصدقائه وافق انه يشاركه، وبداوا مع بعض شركه باسم لانكاستر كراميل، واللي قدموا فيها احد افخر انواع حلويات الكراميل في الوقت ده. الشركه لاقت نجاح كبير لاول مره في حياه ميلتون، وفضلت تكبر لحد ما بقت شركه عملاقة في صناعة الحلويات. بعدها بفترة قرر ميلتون يبدأ في صناعة الشوكولاتة، وبحكم خبرته الكبيرة اللي اكتسبها من كل محاولاته الفاشلة، مشروع ميلتون نجح بجدارة، وقدر في أول سنة ليه ينتج 114 نوع مختلف من الشوكولاتة. وفي غضون سنين قليلة شركة ميلتون بقت من أكبر شركات الشوكولاتة في العالم، واللي نعرفها باسم هيرشيز نسبة لاسمه ميلتون هيرشيز. هيرشيز مش بس أثبت إن سلم النجاح لازم يحتوي على بعض السلالم من الفشل، لكن كمان أثبت إن مش شرط إن تعبك واجتهادك تلاقي نتائجهم في التو واللحظة، بس مهما تأخروا فكن على يقين إن مقابل كل ذرة مجهود عملتها هتاخد نجاح قدها بالظبط وفي الوقت المناسب كمان. شاركونا آرائكم واقتراحاتكم حول سلسلة حكايات فرجة، وقولوا لنا في الكومنتس ايه الحاجة اللي هتفضلوا تحاولوا فيها مهما فشلتوا لحد ما تنجحوا. أنا عن نفسي هفضل أقول لكم اعملوا سبسكرايب ولايك لحد ما تعملوا كلكم. نشوفكم الفيديو الجاي.